فيديو فيه عبرة. بنت يا بنت، هتعملي ايه يا بنت؟ عيب، هتغشي. من غشنا فليس منا. اه يا بنتي، يا غشاشة، ناوية تغشي؟ طلعت غشاشة. اه يا غشاشة، بتغششي كده هتدخلي النار. كده عيب، كده ما ينفعش. هي يعني حزينة انها بتغشش وكأنهم ماسكين عليها، يعني اللي هو زلة بقى، اللي هو ماسكين عليها حاجة، فهي مضطرة ان هي تغششهم، بس هي من جواها اصلا حزينة. ده انتي غششتي الفصل كله. هل انتي ماسكة، هل هم قصدي ماسكين عليكي زلة كلهم؟ كنتي بتعملي ايه يا بت؟ كنتي بتعملي ايه يا بت؟ اعترفي يا بت، ايه اللي مسكوه عليكي؟ ها، سرك في بيت غويط مش هيطلع بره. هيطلع لمتابعيني بس، يعني شوفي بقى انا عندي كام متابع، هيطلع لهم، هيطلع لجمهوري العزيز. يعني انا مش بخبي حاجة عن جمهوري، فاللي هو انا هقول لهم، يعني لو ما عندكيش مانع، ومش هقول لحد تاني، بس يعني الجمهور وانا وبس كده. يعني انا والجمهور كفاية، فما اظنش ان حد تاني لازم يعرف. فعرفيني انتي ناوية تعملي ايه؟ والغشاشين التانيين اللي خدوا تعبها في ثانية، خدوا تعبها. هو انا يعني انا بتكلم في ايه؟ عارفين بقى المشكلة؟ ان انا نفس المغفلة دي كده. يعني انا لما كنت ايام الدراسة، يعني انا كنت بغشش كل اللي معايا. والله كنت بجد بغششهم. كنت بخلص اول واحدة في اللجنة، افضل بقى مخلصة كده، واقعد بقى زهقانة، واقعد بقى اللي هو خلاص انا خلصت، هعمل ايه؟ مفيش حاجة اعملها تاني يا جماعة. اللي هو بقى ايه، تقوم واحدة قايلة لي: آية بالله عليكي يا آية، يعني قوليلي السؤال كذا. حاضر، هقوم قايلة لها السؤال، وافضل اقول وتيجي بقى ايه، المراقبة تقوم بصلي كده، وتيجي قاعدة جنبي: خير يا طنط؟ والله كانوا بيقعدوا يحكوا معايا، مش عارفة ليه، كانوا بيحكوا لي على مشاكلهم برضه، فمش عارفة ليه برضه. يعني ده انا كنت يعني لسه صغننة يعني وبتاع، وبدرس بقى وما اعرفش ايه. كانوا بيجي يقعدوا جنبي كده ويحكوا معايا، وانا بقى كنت بنت محظوظة، كنت دايما بقعد كده في الاول. مين هنا بقى بيقعد في اول كده، في اول اللجنة كده تبقى كل العيون عليه؟ مين زيي بيقعد في الاول؟ اللي زيي يكتب في الكومنتات ويقول ان هو للاسف يعني حظ وحش وبيقعد في الاول برضه. فانا كنت محظوظه قوي. انا كده كده ما كانش فارق معايا يعني في الاول ولا في الاخر، بس انا كنت بتوتر، اللي هو بقى ما بحبش ابقى قاعده والاقي حد مركز معايا بقى، اللي هو ايه، ما بحبش، بتوتر جدا. وانا بقى من النوع اللي هو انا عنيده، فاللي هو انا ممكن اشككك فيا وانا ما بعملش حاجه. والله العظيم انا كنت بعمل كده، كنت اشككهم فيا وانا اصلا مخلصه، والله ببقى مخلصه، وتيجي تقول لي: هو انت قاعده بتعملي ايه؟ خلصت، والله خلصت، يعني مش بعمل حاجه. تقوم بصه كده: لا شطوره شطوره يا بنت، شاطره. فاللي هو بقى ايه، امال في ايه بقى، مش مرتاحالك؟ فتقول له يعني خلاص سلمي الورقه بقى، واخد الورقه خليها معايا علشان اراجعها. انا كنت مخليها علشان خاطر اغشش يا عيني البنات الغلابه اللي معايا. فاللي هو انا افتكرت نفسي وايام الدراسه، يا رجعتوني لايام الدراسه. والله بجد ايام الدراسه ما بتتعوضش نهائي، بجد ما بتتعوضش. ما تقعدوش تقولوا بقى ايه ايام متعبه وايام معرفش ايه، ولا يوم من ايام الدراسة. يعني الواحد بقى دلوقتي، صحابي حتى اللي هم بتوع الدراسة وكده، يعني اللي هو ايه، يجوا يكلموني: وحشتنا والله ايام الدراسة، وحشنا القعدة مع بعض، وحشنا معرفش ايه، وحشنا كل الايام دي. فحرفيا الايام دي ما بتتنسيش، يعني اللي هو ما تقعديش تقولي مش قادرة اروح النهاردة. والله كل يوم بيعدي عليكم ده يوم ما يتعوضش، والله العظيم بجد، فاستغلوه. يعني احنا عرفنا قيمة ده، انا وصحابي. يعني احنا كنا بنغيب كتير، انا واحدة كنت بغيب كتير جدا جدا في المدرسة. انا ما كنتش بحب اروح، بس انا يعني كنت بذاكر يعني من البيت، بس ما كنتش بحب اروح المدرسة واصحى بدري والكلام ده. فقال لي لان انا اصلا كنت من صغري كده شطورة. انا حاسة دخلت في قصة حياتي، انا بجد دخلت في قصة حياتي، ما بحبش اتكلم عن حياتي. فاللي هو كنت
لا والله خلاص بقى كفايه كده، كفايه حكيت لكم عن حياتي شويه خلاص، مش للدرجه دي يعني. و- يعني ما تقعدوش تتحايلوا عليا بقى. من ساعه ما جالي برد وانا مش عارفه اضحك زي الناس بجد والله العظيم، من الكحه مش عارفه اضحك. يعني لو باجي اضحك كده حاسه اني الكحه واقفه كده من ساعه ما جالي برد. والله حرام، وانا بحب اضحك، فده مضايقني قوي. عايزه اقول لكم ان انا اصلا يعني ما بصيناش على الفيديو ولا فكره الفيديو، على قد ما انا قعدت احكي لكم على قصتي ايام الدراسه وايام ما اعرفش ايه والكلام ده، وما بصيناش لاي حاجه تانية. يلا ضيعنا علينا الفيديو. يعني انا كنت مش مركزه مع الفيديو على قد ما انا بقى افتكرت الايام دي بقى، اللي هو اصلا الايام دي وحشاني ونفسي ارجع لها تاني والله العظيم. نفسي كده اللي هو بقى ايه، يعني الواحد يصحى كده بقى وهو مش شايل هم حاجة، هو رايح يدرس مش شايل هم حاجة تانية. صدقوني المسؤوليات التانية أكبر بكتير. ما تقعديش تقولي دراسة تقيلة وصعبة، والله العظيم المسؤوليات التانية أكبر بكتير صدقوني. يعني اللي هو أنا كنت مكانكم يوما ما وعارفة كل كلمة بقولها لكم، فاستغلوا الأيام دي صدقوني وذاكروا ويحبوا الأيام دي جدا وهتتبسطوا. والله حياتكم هتبقى حلوة، هتفضلوا تفتكروها، هتيجوا هنا تفتكروها دايما. هتلاقي يا ريت لو الأيام دي ترجع، فالأيام دي ما تتعوضش.